احلى واسهل تورته هتعملوها في البيت. مش عايزه اقول لكم انا التورته دي كانت بالنسبه لي تحدي، ازاي اعمل تورته هشه وناجحه وطبعا طعمها حلو وتكون اكيد من غير لا بيض ولا سمنه ولا لبن. تورته يا جماعه اي حد يقدر يعملها، سهله وبسيطه ومقاديرها موجوده في كل بيت، ومش شرط بس الناس الصايمين ممكن يعملوها، في ناس اساسا عندها حساسيه من القلب فهتكون بالنسبه لهم اختراع. اساسا انا عايزه براءه اختراع. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي في خطوتين. اول حاجه جبت بوله كبيره حطيت فيها كوبايه وربع من السكر، حطيت عليها 3/4 كوبايه زيت زيتون. عايزه اقول لكم طعم بيبقى خطير في الحاجات الحلوه، ممكن نستبدله بزيت عادي. وعليها معلقه صغيره قرفه وزيها معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، 3 معالق كبيره من الكاكاو الخام، وكوبايه ونص من مياه غازيه شفافه. واخر حاجه باكيت فانيليا من تاج الملوك بشكلها الجديد. عندي بقى هنا المضرب الكهربائي، هضرب الخليط ده كويس قوي عندي لحد ما كل حاجه تختلط، وكمان عندي هنا سكر يدوب. ممكن اعمل الخطوه دي في الخلاط لو عايزين. ولحد هنا اقدر اقول لكم ان دور المضرب خلص معايا. نيجي بقى للمكونات الجافه. هنحتاج 3 كوبايات دقيق الى 3 معالق، وعلشان الكيك يطلع معانا هش ويجنن ومرتفع انا محتاجه يا جماعه باكيت كامل من البيكنج باودر تاج الملوك بشكله الجديد، اللي عمر بصراحه ما كسفني ابدا وبيطلع لي الكيكه هشه وتجنن ومرتفعه، وهتشوفوها بنفسكم. ذره الملح، واخر حاجه هحط باكيت كامل برده من نشا تاج الملوك بشكله الجديد. هقلب كل المكونات دي على بعضها، وهبدا اضيف عندي بقى هنا المكونات الجافه حبه حبه على مكونات السايله، وبعدين هقلبهم بقى عندي بالمضرب العادي، وبعدين هرجع اضيف تاني لحد ما اخلص عندي هنا بقى كل الكميه. ليه ما حطيتهاش مره واحده؟ علشان اضمن ان كل المكونات اختلطت عندي بالمكونات السايله، وده بيديني نتيجه افضل. حتى مع الضرب كمان بيطلع عندي هنا الكيك هش ويجنن ومرتفع كفايه. هنا خلصت عندي خلاص كل المكونات. اخر حاجه بقى معلقه خل ونص كوبايه ميه سخنه بتغلي زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم دي بقى اللي بتظبط لي القوام كله، بتخلي الكيك عندي مرتفع وهش ويجنن وجوسي جدا جدا جدا. طبعا احنا عاملينها من غير بيض، فده حاجه مهمه جدا ان احنا نحط لها بدايل عشان تخليها مرتفعه وتكون كمان طريه. ده بقى عندي اخر حاجه هو بندق، جرشته ما طحنتوش وبعدين حطيته. مش عايزه اقول لكم طعمه مع الشوكليت بيكون خطير ازاي. هجيب هنا بقى على قد ما تقدروا صينيه تكون حوافها عاليه، وحطيت فيها ورقه زبده وما دهنتش اي حاجه. احط بقى عندي هنا الخليط كله، طبعا مسخنه الفرن قبلها ب10 دقائق ربع ساعه درجه حراره 180. حطيتها على الشبكه، وتحت الشبكه كمان كنت حاطه الرف الصاج ما بشيلوش ابدا من البوتاجاز علشان يمتص الحراره شويه اللي طالعه على الكيك. هنا بقى اديت ضربه للكيك علشان اطلع اي فقاعات موجوده فيه. اي حاجه عندي كده سنها رفيع بعمل اشكال عشوائيه عشان اطلع برضو باقي الفقاعات عشان الكيك يطلع عندي سطحه منتظم. ادخلها بقى هتقعد 40 دقيقه، ولحد ما ال 40 دقيقه يخلصوا احنا عندنا شغل تاني، تظبيط الكيك بقى علشان تطلع تورته. هنا عندي فراوله هجيبها اغسلها كويس جدا وهنشفها، وبعدين شوكولاته دارك خام يا جماعه دخلتها الميكرويف بعد ما قطعتها عشان تسيح معايا بسرعه، حبه حبه واطلعها واقلبها تاني وادخلها لحد ما توصل للقوام ده. هجيب عندي بقى الفراوله ومش هشيل منها طبعا الورد الاخضر بتاعها او الورق الاخضر بتاعها، هنشفها كويس جدا وهبدا انزلها بقى في الشوكولاته الدارك زي ما انتم شايفين كده، وعلى ورق زبده هبدا ارصصها. انتوا مش متخيلين اساسا انا خلصت قد ايه فراوله بالطريقه دي، صحيه طعم الفراوله فيها هتجنن، وكمان الشوكولاته دارك فهتعجبكم قوي. خلصتها طبعا بتنشف هواء، وطبعا ما يبقاش فيها اي زيادات لان انا بصفيها كويس جدا، شكلها هيجنن وطعمها كمان. هسيبها بقى على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هجيب بقى عندي هنا الكيك بعد ما طلعت من الفرن، انا سبتها بعد ما طفيت الفرن ربع ساعه جوه وانا فاتحه باب الفرن، وبعدين طلعتها سبتها تاني 10 دقايق تهدى، وبعد كده قلبتها زي ما انتم شايفين كده. اتفرجوا على يا جماعه الحلاوه دي، كيك معقوله من غير نقطه بيض، من غير نقطه لبن ولا حتى سمنه. بصوا اسفنجيه وخطيره ازاي. هنعمل ايه؟ هنسيبها برضو تهدى وتبرد، وهتيجوا بقى نعمل عندنا كريم شانتيه. ده كريم شانتيه خام، فبحتاج لكل معلقه كبيره من الكريم شانتيه قدامها معلقه صغيره من السكر الباودر. انا استخدمت هنا 6 معالق كبيره كريم شانتيه قدامهم 3 معالق صغيرين من السكر الباودر، وطبعا هضربهم بميه ساقعه متلجه، وبضيف الميه حبه حبه. الميه لازم تكون ساقعه وطبعا من غير لبن. هنا بقى
بضرب على اعلى درجة من المضرب لحد ما يديني القوام ده اللي هو ما بيتقلبش حتى لو قلبت عندي البولة. ولحد هنا ما عندي الكيك تبرد، فكرت قلت ايه، طب ما انا اعمل اشكال تانية رفيعة على الشوكولاتة اللي على الفراولة. بصوا بطريقة بسيطة جدا عملت كمان خطوط رفيعة جدا على الشوكولاتة بعد ما نشفت. مهم جدا، ما ينفعش الخطوتين مع بعض، لازم انشفها الاول وبعدين اعمل الخطوة دي. مش عايزة اقول لكم يا جماعة، هي التورته انا كنت عاملاها بمزاج قوي قوي وحابه اللي انا بعمله، عشان انا زي ما قلت لكم ان الوصفات النباتيه بتستفزني جدا وبدخل تحدي مع نفسي ان انا اطلعها احلى من الفطار كمان. هنا بقى هبدا اقسم عندي الكيك بالشكل ده. لازم السكينه تكون حاميه مشرشره، بمشي خط واحد علشان ما تتفرولش مني. وما تقلقوش يا جماعه الكيك خطير وهش وانتوا هتشوفوا بنفسكم. هشيل بقى اللي انا قطعته اسنده على طول على طبق تاني. طبعا احنا لو سبناها تبرد وترتاح مهم جدا ان احنا نغطيها، ما ينفعش نسيبها للهواء تنشف. طيب هعمل ايه دلوقتي بقى؟ معلقتين مياه غازيه شفافه وهروح منزلاهم على نص الكيك بعد ما قطعت. عندي هنا بقى الكريم شانتيه هبدا افرده. انا مش هحتاج اي حاجه غير سباتيلا يا جماعه هفرد بيها. الموضوع انا مش عايزاه منظم خالص، انا عايزاه لذيذ. فهنفرد عندنا هنا الكريم شانتيه بطريقه سهله جدا زي ما انتم شايفين، واغطيها تماما، مش هغطيها من الجوانب، هسيب الكيك باينه. وبعدين انا بقى مقطعه فراوله، هنزل بقى بالفراوله دي على اول طبقه كريم شانتيه حطيناها. وبعد ما هنخلص، على فكره ممكن تحطوا بندق تاني، يعني لو عندكم لو عايزين حطوا بندق تاني بيبقى لذيذ جدا. هنزل بقى هنا بالنص الكيك اللي احنا كنا قاطعينها، وعليها بقى هضيف الكريم شانتيه. بس المره دي عارفين الشوكليت اللي احنا سيحناها علشان نحط الفراوله فيها، هاخد الحبه الباقيين واحط عليهم كمان معلقه كاكاو خام، وممكن كمان احط عليهم شويه سكر باودر واقلب كل ده كويس جدا. وبكده ابقى عملت احلى كريم شانتيه شوكولاته. كمان هنزله بقى على وش الكيك عندي اللي هي بقت خلاص تورته، وبرده هوزعه بشكل عشوائي بحت يا جماعه. مش عايزه اقول لكم لذاذتها وشكلها وهي مش ممنقه ولا مرسومه. هبدا بقى هنا ارصص الفراوله الخطيره بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض. ودي كانت بالنسبه لي اللحظه الحاسمه اللي كنت حاسه ان انا بتوج عندي التورته وخلاص بخلصها. اخر حاجه بقى حطيت كمان 3 فراولات كده في النص، وبعدين بشرت شوكولاته خام، وبعدين بدات ارشها على وش عندي هنا التورته. بصوا هو الموضوع في الديكوريشن يرجع لكم تماما، بس انا حسيت ان كده طعمها وشكلها هيبقوا ألذ. بس كده اتفضلوا معانا تورته تنفع لكريسماس، لمناسبات اعياد الميلاد اللي موجوده في الصيام. تورته لذيذه جدا طعمها خطير، ميكس الفراوله مع الشوكولاته مع البندق، طبعا حاجه كده في منتهى اللذاذه. الفيديو طويل شويه بس انا حبيت اسيب لكم كل التفاصيل علشان بجد تطلع ناجحه معاكم. انا هستنى رايكم جدا تحت الفيديو، واكيد لو عجبتكم فاعملوها شير عشان توصل لاكبر عدد ممكن. بحبكم من كل قلبي.